150 ودلوقتي بقيت 70 خلال سنة بالظبط. كنت وصلت لل70 وممكن تحت ال70 كمان. يعني انا اكتشفت ان انا كنت واحدة ما بعملش اي حاجة في حياتي غير ان ما كنتش بخدم نفسي بمعنى اصح. هي حياة تانية. التخن ده مرض. يعني لو انت مش من النوع اللي ما تقدريش تمسكي نفسك قدام الاكل وان انت تعملي دايت، لا يعني انا احب اقول العمليه دي حل كويس جدا، يبقى عندك صحه. يعني انا اكتشفت ان انا كنت واحده ما بعملش اي حاجه في حياتي غير ان ما كنتش بخدم نفسي بمعنى اصح. بس الحمد لله من ساعه انا عمري في حياتي ما وصلت للجسم ده، حتى يعني حياتي تماما طول عمري ثابته على 90 80 كيلو. فلما وصلت للوزن ده عارفه البس واخش اقول له اديني اصغر حاجه، ببقى داخله كده منشكحه، يعني مبسوطه ان انا وزني قليل وبلبس احلى لبس، بخش مقاساتي موجوده في اي مكان، اعمل حاجتي لنفسي، بعتمد على نفسي، حاجات كتير قوي. فعلا ان تخني ده مرض، فالحمد لله. لا ده انا كنت مدفونه، حاسه نفسي ان انا اتولدت من جديد. هو مش حاسه، ده اكيد انا اتولدت من جديد الحمد لله. احنا كنا وزننا كام بس الاول العمليه؟ بص يا دكتور، عشان كان في لخبطه، انا كنت 150 تمام. اوبا. وقبل ما اعمل عمليه باسبوعين انا ما وزنتش وانا داخله العمليه اصلا. احنا غالبا كنا فوق ال 150 بشويه ووصلت ل 65. وصلت ل 65. ايه بقى الفوائد اللي حصلت لك بعد ما خسيتي 80 كيلو؟ صحيا انا كنت من نوع الشخص، لا كنت ممكن ابقى قاعده اقول لاختي في النور، مش قادره حتى تتحركي الخطوتين دول. انا اساسا سبب عمليتي من قلبي كان وجعني جدا. سنك صغير جدا. سن صغير، صحه، اقدر امشي، بعمل حاجتي لنفسي وبساعد غيري وعندي طاقه. عندي انزلي، انا مثلا قاعده في الدور الرابع انزل واطلع، ما تفرقش معايا في الاول. لا وطبعا من فضل حضرتك والله يا دكتور، ربنا دكتور يخليك. محترم، ويا ريت نص الدكاتره زي حضرتك. يا ربنا يكرمك، تسلمي تسلمي.